انتهت مواجهة بلجيكا ومصر في الجولة الأولى من كأس العالم 2026 بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب، في مباراة شهدت إثارة كبيرة وفرصاً عديدة من الجانبين. لكن أكثر ما لفت الانتباه بعد المباراة كانت تصريحات مدرب المنتخب البلجيكي رودي غارسيا. المدرب الفرنسي تحدث عن أداء فريقه بعد التعادل أمام منتخب مصر، معترفاً بأن المواجهة لم تكن سهلة كما توقع البعض. منتخب مصر ظهر بصورة قوية ونجح في مجاراة المنتخب البلجيكي طوال فترات المباراة، بل وفرض صعوبات كبيرة على أحد أبرز المنتخبات الأوروبية المشاركة في البطولة. أما المنتخب البلجيكي فرغم امتلاكه للعديد من النجوم والخبرة الدولية، إلا أنه لم ينجح في تحقيق الفوز، واكتفى بنقطة واحدة في بداية مشواره بالمونديال. هذا التعادل يجعل المنافسة في المجموعة السابعة مفتوحة على جميع الاحتمالات، خاصة مع وجود منتخبات تسعى بقوة لحجز بطاقة التأهل إلى الدور المقبل. وبعد صافرة النهاية، أكد رودي غارسيا أن البطولة ما زالت في بدايتها، وأن منتخب بلجيكا سيعمل على تصحيح الأخطاء والاستعداد بشكل أفضل للمباريات القادمة. في المقابل، خرج المنتخب المصري بنتيجة إيجابية رفعت من معنويات الجماهير، وأكدت أن الفراعنة قادرون على مقارعة المنتخبات الكبرى في كأس العالم. ويبقى السؤال الآن: هل ينجح منتخب مصر في مواصلة نتائجه الإيجابية وتحقيق التأهل؟ وهل تتمكن بلجيكا من استعادة توازنها في الجولات المقبلة؟ اكتبوا توقعاتكم في التعليقات. هل كانت نتيجة التعادل عادلة؟ ومن كان الأفضل في المباراة؟